طريقه تنزيل ويندوز على جهاز لينوفو، وبخص الاصدار ده من لينوفو اللي الناس تقول عليه صعب، مش بتعرف تبوت منه، مش هتعرف تضغط مثلا على اف 9 ولا اف 10 ولا ديليت، مش عارف الجهاز او الكيسه مش هتبوت مع الناس. هوريك فيديو دوت ازاي تنزل ويندوز، وبخص مش على فلاشه سهله، لا هوريك تنزل من على سي دي روم اللي الناس اساسا نسيته، ما عادش حد نزل من عليه. تعال نبدا اشرح من اول. اول حاجه هنحط السي دي روم في قلب الجهاز، وبعدين نقفل السي دي روم. هنبص دلوقتي قبل ما نرسل الجهاز، هنبص كده على الجهاز اهو. شوف السي دي روم المفروض يظهر هنا معانا. استنى بس مقدار كده كام ثانيه هتلاقي السي دي روم ظهر معانا اهو. دلوقتي علامه السي دي روم بتحمل اهو. المفروض دلوقتي السي دي روم يظهر معانا دلوقتي اهو. السي دي روم اللي في الويندوز ظهر معانا اهو كده. السي دي روم ظهر. بعد كده نرسل الجهاز، نضغط ريستارت عشان نرسل الجهاز. دلوقتي الجهاز معانا بيرستر. اول ما حاجه نبدا كده نتك على اف 12، نفضل ضاغطين على اف 12 كده، نضغط كده على اف 12 باستمرار. شايفين؟ نضغط ضاغطين على اف 12. الجهاز دلوقتي بيعمل اقلاع عادي، بيعمل عشان يدخل تاني على الويندوز، بس احنا بنبوت منه. نضغط على اف 12 زار دوت. دلوقتي جاي لنا الاختيارات ديت. اول اختيار اللي انت عايز تعمل اقلاع من الهارد، لا. اول تاني اختيار عايز تعمل اقلاع من السي دي روم. لو انت عندك مثلا فلاش ميموري ممكن تضيف الفلاش ميموري، تك على الاختيار دوت التالت الاخير خالص دوت، انتر. تك اخر اختيار انتر. وبعد كده مثلا تشوف الفلاش ميموري اللي انت عايز تعمله هتضيفه. انا بقى هعمل مثلا هعمل تنزيل ويندوز من على السي دي روم اللي هو تاني اختيار. هتك انتر دوت، وهتك على اف 12 مع الزرار صفر ده، تك الاتنين دول مع بعض. دلوقتي هيعمل معانا اقلاع كده اهو. دلوقتي تك انتر تاني، بيقول لك انت متاكد انت عايز تعمل اقلاع من السي دي روم؟ تك انتر، تك انتر، وتك على اف 12 اهو. دلوقتي بيعمل معانا اقلاع. لما التحميل ده يخلص، شايفين التحميل اللي ماشي دوت اهو، في تحميل شغال كده بيخلص للاخر، بيقعد بالظبط كده مثلا كام ثانيه بالظبط، يعني مثلا قول 20 ثانيه بالظبط ويدخل على الويندوز. دلوقتي التحميل خلص، ودلوقتي بيبدا مثلا عشان ينزل معانا الويندوز. نستنى برده كده حبه، برده مقدار 30 ثانيه بالظبط. دلوقتي فتح معانا صفحه الويندوز ده. هوريكي بقى ازاي تنزل الويندوز على الجهاز. هيطلع معاك الصفحه دي، ما تغيرش اي حاجه، دي اللغه اللي انت بتستعملها الانجليش. لغه الجهاز انت عايزه انجليش، عربي، فرنش، بس خليها انجليش. مفيش اي حاجه. المفاتيح مثلا الكيبورد، طريقه كيبورد امريكي، يونايتد ستيت. ماشي. تك بعد كده نيكست، وبعد كده انستول ناو. هنستنى برده كده مقدار مثلا 20 ثانيه تقريبا. دلوقتي جاي لنا اختيارين، اختيار ويندوز 64 و32. ازاي اعرف اللي ده مثلا 32 اللي مكتوب عليه 86 دوت 32؟ 64 ده بيكون 64 بت، لا احنا هننزل 32 عشان الجهاز اساسا مش افضل حاجه، مش اقوى حاجه، هتنزل 32 بت. كده حددنا مثلا علامه 32 اهوت، وبعدين تك على بعد كده نيكست، وبعدين تك ان انت قابلت شروط الويندوز اللي طبعا محدش بيقراها اساسا اهي. دي شروط الويندوز اللي المفروض الناس بتقراها. يقول لك مثلا شروط الويندوز الحاجات اللي ممكن تعملها والحاجات ما ممكن تعملهاش على الويندوز، او العواقب اللي انت ممكن اللي ممكن مثلا تحاسب عليها قانونيا. بقى انت نيكست، حطيت الشروط، تك نيكست. تك تاني واحده مسح الويندوز اهي. بعد كده شوف بقى لو انت هتنزل ويندوز فين، على اي بارتيشن من الاثنين دول. عندها بارتيشن، اول بارتيشن دوت اللي هو بيكون السي، تاني بارتيشن ده بيكون الهارد معايا ده اصلا 160. فانا هنزل مثلا على الاول بارتيشن اللي هو السي. هتعمله ازاي؟ تك على فورمات كده، اول بارتيشن بيفرمت معانا دلوقتي. اتفرمت، ازاي عرفت ان هو اتفرمت؟ بص كده مكتوبه 58 3 من 10 58 2 من 10 كده، معناها البارتيشن اتفرمت. بعد كده تك نيكست. كده بقى نستنى براحتنا لغايه لما يخلص. هيفضل يقعد يحمل كده، بقعد مثلا اقول 20 ساعه 20 دقيقه تقريبا، وبعد كده ادخل على الويندوز عادي كده، ويعتبر انت خلاص نزلت الويندوز. مبروك عليك الويندوز. واللي عنده اي مشكله في الكمبيوتر اكتب لي في الكومنتات. ما تنساش اهم حاجه المتابعه. سلام.